السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد وصفي وإحنا بنكمل مع بعض الراوتس في إكسبريس. زي ما كنا اتكلمنا الفيديو اللي فات عن ازاي أعمل سيت اب للراوتس وازاي أستقبل ال HTTP request من البراوزر للسيرفر بتاعي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على ازاي أستقبل داتا من الكلاينت. لو جينا بصينا على ليه انا هحتاج او ليه الكلاينت هيحتاج يبعت داتا للسيرفر، فهنلاقي ان هو اي تعامل من الكلاينت لازم داتا تتبعت له. ابسط حاجة ان احنا مثلا ممكن نبقى محتاجين نبعت اسم اليوزر، محتاجين نبعت ايميل بتاع اليوزر من السيرفر من الكلاينت للسيرفر. محتاجين مثلا لو جينا دورنا على الويب سايتس اللي هي هيبقى فيها سيرش، محتاجين نبعت الكلام اللي اليوزر كتبه للسيرفر عشان خاطر السيرفر يبقى عارف ايه الكلام ده ويقدر يجاوب بناء عليه. فاحنا هنا هنجرب اول نوع من انواع اللي هو يعتبر التواصل ما بين الكلاينت والسيرفر، وهو حاجة تسمى بالكويري بارامتر. الكويري بارامتر فكرته ببساطة ان احنا لو شفنا هنا عندنا اللوكال هوست 3000، اقدر انا في اليو ار ال ابعت حاجة اسمها كويري واستقبله في السيرفر. فلو جينا بصينا هنا على اليو ار ال هنلاقي ان اليو ار ال دلوقتي زودت عليه اول حاجة علامة الاستفهام، وبعد كده بعديها عندي يعتبر الكويري نيم وحاجة اسمها الكويري فاليو. الكويري نيم هي ايه هو اسم الفاريبل اللي انا عايز استقبله في السيرفر، وايه هي القيمة اللي هتبقى موجودة جوه النيم ده. فلو جينا هنا بصينا عملنا console.log للريكوست كويري وسيفنا كده، وبعد كده رحنا للبراوزر بتاعنا وكتبت هنا localhost 3000 name equal احمد. هلاقي ان هو السيرفر رد عليا بنفس الرد لان احنا مغيرناش الموضوع ده. لكن لو رجعنا للفيجوال كود تاني وبصينا هنا على الكونسول لوج اللي احنا عاملينه، هنلاقي ان هو استقبل النيم اللي انا بعته والفاليو بتاعته او القيمة اللي كانت موجودة بعد الايكوال اللي كانت هنا. فلو جينا بصينا على ازاي ممكن نستخدمه، فلو جيت هنا قلت انا عايز بس النيم وعملت ريستارت للسيرفر ورحت تاني للبراوزر وعملت ريفرش، وبعدين ارجع تاني للفيجوال كود، هنلاقي ان هنا قدرت اجيب الاسم بس. طيب دي حاجة جميلة جدا، انا كده بقيت في لغة تواصل ما بين الكلاينت وما بين السيرفر. وممكن نجرب نعمل حاجة علشان تبقى كمان نقدر نغير الريسبونس بناء على الكويري اللي بيجيلي. فاقدر هنا مثلا اجي اقول انا عايز لما اجي ابعت كأنها تحية واقول هلو والاسم اللي مبعوت لي في النيم. فنسيف هنا كده وبعد كده نرجع تاني للبراوزر ونرفرش، هنلاقي هنا دلوقتي بقى يبعت لي هلو احمد. عايز اغيرها هغيرها بكل بساطة ويبعت لي القيمة اللي اليوزر هو بعتها لي. الطريقة التانية اللي انا اقدر ابعت بيها داتا من الكلاينت للسيرفر هي طريقة الباث برام. والباث برام باختصار هي فكرته كالاتي، ان انا هنا اقدر اجي ابعت اليوزر وابعت الاسم، مش بعديه علامة استفهام ولا حاجة، لكن بيكون هنا في اليو ار اي ده اللي بنسميه اليو ار اي، وبيكون هنا جزء من اليو ار اي نفسه. ازاي ان انا اقدر استقبل ده في اكسبريس؟ الطريقة اللي انا اقدر استقبلها في اكسبريس هي ان انا اعمل اليوزر وهنا نسميه ده النيم، وهو بياخد القيمة اللي بعد الكولون. هنا الكولون دي بياخد القيمة دي وبيحطها في variable. الفاريبل ده بقى بيبقى شكله عامل ازاي؟ بيبقى شكله كالاتي، هنا name وبيبقى request.params.name، وهنا بيحط لي القيمة اللي هتتبعت في الاسم جوه الفاريبل هنا اللي اسمه name. وبعد كده زي ما احنا عاملين فوق نقدر نبعت الاسم في الريسبونس. زي ما احنا شايفين السيرفر اتعمل له ريستارت. نقدر نروح تاني للبراوزر، وبعدين بدل ما احنا بننادي على
question mark name equal الاسم، نقدر هنا نقول user وبعد كده نبعت الاسم. فهنلاقي ان هو برضو بياخد القيمة اللي موجودة في ال URI هنا ويستخدمها في الريسبونس اللي موجود عنده. دول كانوا يعتبروا الطريقتين الاشهر ان احنا نقدر نبعت بيهم داتا في الجيت ريكوست. طيب زي ما احنا شفنا دول كانوا الطريقتين اللي نقدر نبعت بيهم معلومات من الكلاينت للسيرفر عن طريق الجيت ريكوست. اول حاجه زي ما قلنا هي الكويري بارامتر، زي ده بعد الكويشن مارك بنكتب الفاريبل، وبعد كده نقدر كمان نبعت اكتر من قيمه ودي هنشوفها قدام. والحاجه التانية هي ان احنا نقدر نبعتها ك path param، ونقدر برضو نبعت اكتر من قيمة وبرضو نقدر نشوفها قدام. لكن نكتفي بالفكرة الاساسية اللي هي ازاي اقدر اخلق تواصل او اقدر ابعت معلومات من الكلاينت للسيرفر. ان شاء الله الفيديو جاي هنتكلم اكتر على ازاي ان انا اقدر اعمل سيت اب ل ميدل وير، وايه هو الميدل وير في اكسبريس وبستخدمه في ايه. وده هيفتح لنا كمان مجال لان احنا هنقدر نضيف نوع ثالث من الانواع ان احنا نقدر نبعت بيها داتا او معلومات من الكلاينت للسيرفر. ان شاء الله الفيديو يكون مفيد ليكم، واكتبوا لي لو عندكم اي اسئله، واشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامه.